السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. بصوا بقى، انا حاطه هنا ميه على النار كده، ادخل في الموضوع على طول عشان مستعجله. هنعمل بقى النهارده محشي الشتا بقى كده، وروايح الشتا، والشتا بيحب المحشي. طول الشتا بنفضل نعمل محشي. بصوا بقى، انا معايا هنا هسلق فراخ، عشان طبعا ايه ناخد الشوربه بتاعتها، ان ايه نشرب بيها المحشي. بصوا انا الفراخ بجيبها اغسلها وبخليها، بصوا نضيفها ازاي، بصوا بخليها، بصوا فل اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. احطها في الميه واحطها في الفريزر. ما بحبش اجيب الفراخ يوميها واعملها، لانها بتبقى بتشد، لازم تدخل الفريزر شويه. وعندي هنا دي حوايج كده بتاعت بط، عشان طبعا تخلي المرقه حلوه. برضو كنت غسلاها وشايلاها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط بقى ايه، نحط طماطميتين، وهنحط بصلايه، وهنحط اغسل بس ايدي، وهنحط شويه فلفل اسود، ونغطي بقى على الشوربه كده، ونجهز مع بعض حاجه المحشي. شويه فلفل اسود اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لو عندك قرن فلفل حطيه، قرن فلفل بس ما تفتحيهوش يعني، هيخلي الشوربه حلوه. بس وهنغطي بقى كده ونسيب الشوربه، ونحضر بقى حاجه المحشي مع بعض. بصوا بقى حبايبي، يلا كده نحضر خلطة المحشي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا انا معايا الرز اهو، بغسله من بدري واسيبه يتصفى خالص. بس بصراحة انا بستخدم نوع حلو، يعني مش بحب الرزات اللي في المحشي اللي بتتكسر والكلام ده، عشان طبعا احنا عايزين ناكل يعني الاكل كده يبقى طعمه حلو وجميل يعني. بصوا معايا الرز اهو. اول حاجة بصوا بجيبها هنا، بصوا انا عصرة بصلتين، ضربة قصدي بصلتين في الكبة، مع طماطميتين في الكبه. بصوا عجنهم ازاي اهو، من غير تسبيك ولا اي حاجه. دول بقى بيخلوا المحشي ايه، بيخلوا المحشي كده سكر. واحط التوابل طبعا بتاعتي، احط شويه بهارات محشي. توابل محشي ولا ايه، بهارات محشي ايه في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شويه توابل محشي كده، تجيبها من عند اي عطار. وشويه فلفل اسود، طبعا الفلفل الاسود ايه بيبقى حلو كتير في المحشي اهو، عشان يشرشطوا كده ويبقى ايه حلو. وشوية كزبرة، شوية كزبرة ناشفة برضه بتخلي المحشي حلو طبعا. والملح اهو، شوية ملح كده حلو حلوين. قلبي بقى الخلطة دي في الرز الأول، يعني بصي دخلي كل الخلطة دي كده في الرز، هتشمي بقى الريحة وكمان ال يعني السكر بتاع الطماطم كده، التسكيرة بتاعت الطماطم بالبصل تخلي الرز ايه بقى بتاع المحشي، بتخلي طبعا لون المحشي حلو معسل وطعمه حلو. بصوا اول حاجه كده ابدأي بيها، تسمي الله كده، وتدخلي ايه الخلطه اللي هي البصلتين اللي ضربناهم في الكبه وحبيتين الطماطم في قلب الرز بتاع المحشي كده. حط لهم بقى شويه التوابل اللي عندك، ايا كان بقى توابل عندك حطي، بس ما تكتريش توابل، لان طبعا التوابل الكتير مش حلوه وبتضيع ايه طعم الحاجه. يلا بقى هننزل كده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا الخضره غسلاها برضو، صفيها خالص من الميه، مخليش ميه فيها خالص، لان الميه بتعجن المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحاجات دي ما بتقلبها الاول كده مع الرز، بتطلع كمان ريحه حلوه، وبتخلي كده الايه يعني ما تقلبها كده لوحدها كده مع الرز كده، بصراحه بتطلع ريحه حلوه وبتخلي المحشي طعمه حلو. خلاص بصوا بقى، انا عندي الخلطه بتاعت المحشي اهي، دي دايما عاملاها وحطاها في الفريزر. انا عمري ما اعمل محشي واوقف اعمل خلطه، لان طبعا صعب قوي، مش هقف طبعا طول النهار في المطبخ على شويه محشي. دي كده انا عاملاها، دي يمكن تقريبا من رمضان عاملاها وحطاها في الفريزر، بطلعها في وقت المحشي على طول. بصوا انا عامله علبه بسم الله ما شاء الله قد ايه، خلاص قربت تخلص. بصوا باخدها بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخلطه عامله ازاي، كأن صلصه
اضرب البصل مع الطماطم، طبعا ببقى مسبكاها لان انا ما بحبش المحشي ني، لازم اسبكها اهم. هما يلا بسم الله ما شاء الله هما على قد ايه شويه المحشي اللي هنعملهم النهارده. نعمل بقى شويه حلوين كده ونشيلهم، عشان طبعا ايه ممكن تعملي العلبه دي عندك كده وتفضل طول الشتاء عندك. اعملي كميه كبيره، استني كده اما الطماطم ترخص وتعملي كميه كبيره. بصراحه بتوفر قوي 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 في وقفه المطبخ. بص اهو، ادي بصوا عملنا خلطه المحشي في ساعتها في رمضان طبعا، لان بيبقى مفيش وقت. نفس الطريقه دي كده بعملها في رمضان، اعمل كميه كبيره من الخلطه واشيلها في الفريزر. ان شاء الله بقى تقومي كل يوم تعملي محشي ما عندكش اي مشكله اهو. يلا بقى كده ايه نروح نحشي الخلطه الحلوه الجميله دي اللي ريحتها حلوه، ونحط بقى حله المحشي يلا على النار. بصوا بقى حبايبي كده حطينا المحشي اهو. بصوا التشريبه بقى، انا باخد شويه من الصلصه بتاعت الخلطه، بصوا عامله ازاي حمرا ازاي. باخد شويه من التشريبه على شويه شوربه طبعا، على معلقه صلصه، شويه ملح وفلفل اهو. ننزل بيهم بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نملاش الميه كتير عشان هو اصلا يعني بينزل ميه، عشان ما يبقاش معانا اهو. التشريبه دي طبعا بتبقى حلوه كده لما بيبقى فيها صلصه، عشان المحشي يطلع احمر كده وحلو، ما يطلعش اللون ايه يبقى اللون مش حلو اهو. طبعا بقى انا ايه هكتبها كده جنب عشان تستوي بسرعه. بالطبق كده صيني وكبير احطه كده، عشان طبعا ايه واخد بقى الغطا بتاعه واغطشها كده. بصوا بقى الشوربه بتاعتنا دي اهي، هنعمل شويه شوربه بلسان عصفور. نسيب بقى المحشي يستوي براحته وبعدين نحطه على نار هاديه. بصوا بقى حبايبي حبه المحشي اهم خلصوا ازاي. بصوا بصوا حبه محشي سهلين اهم بسم الله الرحمن الرحيم. عملناهم بسرعه، نقلبهم بقى هنا كده بسم الله. رايكم بقى. بصوا اهو عملناهم بسرعه اهو، وما خدوش وقت مننا وطلعوا حلوين مع الشوربه اللي بلسان عصفور طبعا. وادي الفراخ و تعالوا كونوا معانا بقى، اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.